على منتنا هذه اللي قالها لها اللي كانت في داره اللي شات عنهم هم متلقيه اختها جايه من تونس كانت مريضه الدواء. السلام عليكم ورحمه الله، انتم ايش حالكم شماسين؟ اليوم يا شباب جيناكم مقطع يطلع من الشباب عن مظاهرات غاضبه جدا في نواكشوط مطالبه بتطبيق الشريعه بعد حادثه لالا هذه الاخيره. السؤال اللي طرحنا عليكم هو لماذا الحكومه الموريتانيه ما هي قابله تطبق الشريعه ونحن بلدنا ينقال له الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه؟ روايه صراحه غريبه وعجيبه. اضغطوا على لايك واشتركوا في القناه وخلونا نمشوا ونشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله. انا هذا واقف اليوم موقف راجل واحد على منتنا هذه اللي قالها لها اللي كانت في داره اللي شات عنهم هم متلقيه اختها جايه من تونس كانت مريضه الدواء. جاوها لصوص واغتصبوها قدام بوها وطلقوا عليه سيف وقالوا لها علمها لين تتكلم يقتلوها هو يقتلوها هي وجروها هكات اياها واغتصبوها. اذلت رجاله حد فات عادي لود العليات ما تلاقين قال له قاصر وطالبين من فخامة رئيس الجمهورية وطالبين من مدير الأمن الوطني اعلنوا يأمننا في ديارنا واعلنا نداروا القصاص في هذه القضية ونداروها تمشي مسارها الطبيعي. اعلن قانون نداروا لا شيء طبق القانون والعدالة تقوى مجراها الطبيعي ولا نداروا شيوخة ما نداروا شيوخة. الصبح للكم اللي جبنا اليوم لا يجي أكثر منه الصبح والنهار لوخة والنهار اللي ورا ذاك. وجزاكم الله خيرا. نداروا الامن نحن في دوله ولا نفقابه من ساعه يعودوا الديار ندخل عليهم والعليات يغتصبوا فيه معناها ان الامن ما هو فماتي وحنا نداروا الامن ونداروا القصاص ونداروا العداله تقبض مجراها. ارانا نقال لنا على الجماعه اللي حكمت فيها واحد والدوا من البوليس ولا نداروا الشرطه تعود لنا طرف نداروها تعود اللا عادله والقضيه تعود اللا عادله وتقبل مجراها الطبيعي. السلام عليكم ورحمه الله. انا قال حامد السجل امين كاشف الفساد المعروف كاشف الفساد. ما قد شافني حد في وقفه نهائيا ما قد وقفت وقفه شويه شنو. لقد اليوم القضيه قضيه تختلف دي قضيه شرف وقضيه شرف ينقطعوا فيها رقاب الرجال ما هي قضيه سهله. هاي التيشيرت اللي انتخلع عليها قدام ابوها معاق مريض طريح الفراش وتصب قدام عينيه. هذا كلكم يابطوا يدير راسه وبرد هذه الجماعه ذي ورق. هذا الخلق اللي يتعايق العداله هذا مل منها الشعب الموريتاني يعرف ان العداله ما هي مطبقه. الناس تقتل وتغتصب الضوء ما هو خارج الشوارع. موريتاني لحق الدرجه من الضياع اللي مات فيها الشعب على يمشي. وحده هذا الامن مات له خارج. الشرطه عادت مخصل هذا اللي قال له قبيل الضرائب ودرك الوتات في المرص. دائما مات له خالق. والاقتصاد انهار والتعليم انهار والصحة انهارت ولا يبقى شيء ما انهار. معناه ان موريتاني في ايامها الاخيره اراني قال رئيس الجمهوريه على ان التالي يعود طيف ذاته وتصبوا قدام اعين اباتهم. هذا هو اخر الدمار واخر الانحطاط. ولا نقول له على هذا لا يحتمل وعلى القوانين يلا تراجع تجاه هذه قالوا قضيه الاغتصاب وقضيه القتل لان هذا ما تلقى الصح. هاي العداله الناس ملت منها ولا تطبق لها العداله. يلا حد اغتصب ينقتل يشنق قدام الناس لكن يعود عبره لمن يعتبر. ولا قال يقتل بريء يلا يشنق قدام الناس لكن يعود عبره لمن يعتبر. احنا داخلين ورك في مرحله صعيبه. مرحله فيها المخدرات فيها انحلال الخلق فيها قله التعليم فيها تلك اللي خصوا قرايتهم فيها ترويج المخدرات مباشره والخمور. موريتان ضاعت. سيد الرئيس الين تعود بلادها لهذا معناه ان موريتان لا يتوفى قدامه. شي من الناس راي فيه ماشي ما فيه ضر لا هو يكتل ولا هو تغتصب ابناته قدامه. وهذا شرف قضيه شرف عند العرب. روايه عمرو بن كرزوم الين والدته نهمتها والده ملك قالوا عمرو بن هيد قالت لها ليلى ناولين ذلك الطلب طرق سل سيفه وقطع بها راس الملك. وانشد قصيدته التي مطلعها الا ابي بصحنك فاصبحينا ولا تقي خورا اندرنا. والعرب الشرف عنده هو
هو كل شيء، الشرف هو كل شيء، الشرف هو كل شيء، وهذا ما هو مقبول. يا الله يقتلوا، يا الله يقتلوا يقتلوا. السلام عليكم. جميل جدا ما شاء الله تبارك الله. شفتوا معنا يا شباب هذا الفيديو، وسمعتوا معنا هذا اللي قالت السيدة لولا، وكذلك مولي حامد كاشف الفساد. طبعا هذا اللي قالوا كامل حقيقي. يا اخي مولي نبقى نقول لكم على اللي قالوا المظاهرات، انا بعد قاعد ما تيز معاها. انا ضد اللي قالوا المظاهرات، اللي صراحه هي ما منها فايده ولا مفيده. ما قاعد جرى لكم ياسر من الاذى، تفتطوا وتندمقوا على شيء مولي ما يستاهل قاعد. إذا كنتوا يا أخوتي تديروا مظاهرات تجبروا منها نتيجة، عود قاعد شبيتوا انتم راعيكم سيتوا وتظاهرتوا. ايوه شخلق من رأي كان اللصوص انكسروا، من رأي كانهم بعد قاعد لا انسجنوا للأبد، ما يخلقش من ذا. من رأي كان مثلا الحكومة خرج منها رقاش وتكلم لكم غزواني والله الوزير الأول ما عبركم رقاش، ولا حتى مدير الأمن ولا حتى وزير الداخلية ما خرص رقاش على رقتكم. اللي مخليكم تظاهروا شنو؟ هي المظاهرات ما تمشي ابدا، يلا تمد تظاهر تعود عارفه على ان اصواتها لا هي تنسمع، انتم اصواتكم ما هي مسموعه ولا هي مقبوله بعين الاعتبار. ما الله قاعده اليوم تشاوركم الشرطه ويبطوا لكم منين تعرفونكم ماكم مؤهلين في الشيء، وترجعوا لاهاليكم متدبرين وخالين ودارين. اذا خلوا عنكم مظاهرات. المظاهرات يا اخوتي ما منها فايده ولا مفيده، وانتم اذا تعرفوا عنكم لا تموتوا تكذبوا على انفسكم، والمظاهرات والعياط والتجمهرات هو اللي خاليكم وذاريكم وديركم الحزه. لا الحكومه عاد تعرفتكم وتعرفكم من انت شاي الدنيا، انتم لا شي من القطعان الا ماشيين تجراوز تعايطوا عيضه كبيره والميت فار الفيافي يا احمر. هذه المظاهرات كان خير منها قبيل، تقعدوا في دياراتكم وتمموا الضامنين على السيده وفوق ما ورايكم مشيتوا وتظاهرتوا عدلتوا اكبر مظاهرات في ساحه الحريه. ايوه شو استفادت لالا من المظاهرات؟ ما تم تطبيق الشريعه في المجرمين. معناها على ما يخلق شي اسمه شنو؟ ما يخلق شي من ذا القبيل. الا انتم مشيتوا ونزلتوا للميدان وقمتوا تعايطوا ورجعتوا لدياراتكم وفات القضيه بهذه الطريقه. اذا هذه ما هي حاله وفاو من النوع الموريتاني. انا ماني مع المظاهرات، المظاهرات معاه ان تعود لا تجيب نتيجه، ان تعود ما جايبه نتيجه حد يخليها عنه. اهنا في بالك والضامن مع السيده، خلوا عنكم النزول للميدان وعودوا عارفين على المظاهرات ما هي اللي تحل المشاكل ولا يهم اللي بنتيجتها، والحكومة حقرتكم بها لا تحدلوا. شيء ثاني انا نقعد لين نتظاهر، انتم نتظاهر ننتن حل مشكلتي والله مولي ما وقف المظاهرات، انتم تظاهرت نهار واحد. ايوه نرى كانكم مثلا ذيك المظاهرات جبرتوا في هذاك اللي تدوروا، ما جبرتوا انتم مشيتوا تدوروا تطبيق الشريعه. يا الله تكون الصا انتم مواصلين في المظاهرات مواصلين فيها يوميا يعني تطبق الشريعه، والله مولي ماتوا في المظاهرات. يا غير فيها في مشيتوا نهار واحد جاتكم الشرطه وطتكم رجعتوا لدياراتكم وهذه القضيه. فاللي عندكم ربع عليه مولي ثاني، خلوا عنكم المظاهرات يعني تعودوا مانكم لا يتموا تواصلوا فيها يعني تنحل مشاكلكم. هذا هو اللي عندنا بعد مشي نقول لكم. بارك ما عندي يكون نقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم استرنا باستقرار جميل يا رب.